ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل اكله كده، يعني تدخل المزاج، حاجه كده تجنن. هنعمل النهارده الفطير الشرقي بطريقه بسيطه قوي وسهله. عايزه اقول لكم اكله تجنن. مين فينا بقى ما بيحبش الفطير الشرقي المحشي سجق وجبنه كيري، لحمه مفرومه، بسطرمه، جبن؟ تعالوا نشوف عملناه ازاي بطريقه حلوه قوي. انا عندي تقريبا معايا حوالي 4 كوبايات دقيق، عندي معلقه كبيره مليانه سكر، تقريبا حوالي نص معلقه صغيره ملح. هبدا بقى احط المواد الجاف واقلبها كويس مع بعض. انا مستخدمه تقريبا كوبايتين ميه، بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها الدقيق هي نفس الكوبايه اللي عاير بيها الميه. بس انا هنزل الميه بالتدريج عشان نشوف الدقيق هيحتاج يعني كوبايتين او اقل او اكتر. نبدا بقى ننزل حبه حبه كده ونبدا نعجن فيه. الفطير بيحتاج ان هو يتعجن شويه حلوين، يعني تقريبا مش اقل من 5 دقايق كده عجن. بدات بقى لميت العجينه معايا في الطبق بتاعي، بدات المها وبعد كده نزلت بقى على الرخامه وبدات اعجن فيها بقى كويس جدا يعني. عشان الفطير الشرقي يطلع ناجح معايا هيحتاج ان احنا نلمه شويه ونعجنه شويه حلوين. بصوا كده اتعجنت معايا كويس. عندي بقى معلقه زيت صغيره، هبدا بقى امسح الطبق بتاعي واحط العجينه بتاعتي بقى. انا عايزاها ترتاح شويه قبل ما ابدا اشتغل بيها، يعني تقريبا حوالي نص ساعة. لو مش مستعجلين عليها ممكن كمان نسيبها كمان تقريبا ساعة يعني. انا سبتها ساعة، ما كنتش مستعجلة عليها فسبتها حوالي ساعة. دهنتها من فوق كده من على الوش برضو مسحة زيت وبدأت اغطيها وسبتها ترتاح براحتها خالص. كده العجينة بتاعتي بقى جاهزة ان انا ابدأ بقى اشكلها. لميت العجينة بتاعتي كده وبدأت اقسمها. انا بال4 كوبايات عملت تقريبا حوالي 5 فطرات. ممكن طبعا يعني لو حابين ان الفطير بتاعكم يبقى اكبر من كده كحجم مفيش مشكلة، ممكن تكبروا الحجم بتاعه وممكن تصغروا عن كده. يعني كل واحد الاحجام دي، يعني كل واحد بيشوف الحجم المناسب بالنسبة له. بدأت بقى اشكلها كل واحدة كده اعملها كورة كده. عايزة اقول لكم العجينة يعني ارتاحت معايا كويس قوي فبتتشكل سهل قوي. كده بقى ال5 كورات بتاعتي جاهزين معايا. عندي بقى الرخامة بتاعتي او الكاونتر اللي هشتغل عليه. بدأت اضيف معلقة زيت كده وامسح كويس جدا الرخامة عشان تبقى سهلة معايا في الفرد العجينة بتاعتي. بدأت بقى احط اول واحدة، وبما اني بقى مريحة العجين بتاعتي كويس جدا فتبقى سهل معايا قوي في الفرد. مع طبعا مسحة الزيت اللي انا حطاها على الرخامة هتبدأ تفرد معايا حلوة قوي وتتشكل معايا بطريقة سهلة قوي وبسيطة. بدأت افردها بقى. بصوا نحاول بقدر الامكان على مهلنا عشان ما تقطعش مننا، وحتى لو اتقطعت حاجة بسيطة برضو مفيش مشكلة، مش هتأثر في حاجة. عايزه اقول لكم سالت عليها، يعني بره بنروح نجيبها الواحده، يعني ال5 اللي انا هعملهم بتمن واحده من اللي انا هشتريها من بره. وبصوا يعني اكيد طبعا في البيت نظافه معموله يعني عارفين اللي هو لا مخدومه صح يعني. بصوا فردتها كويس جدا بقى، بقت حلوه معايا قوي كده. هبدا بقى المها. الاول قبل ما المها هبدا عندي بقى سمنه بلدي. نبدا بقى نحط كده حبه سمنه بلدي على الوش كده عشان تدي طراوه للفطير بتاعي، ويبقى طعمه كده بالسمنه البلدي، يعني بصوا يجنن حلو قوي. سيبكوا بقى من الدايت والكلام اللي هو اللي ما بياكلش عيش ده. هبدا بقى الم الفطيره بتاعتي كده من كل الاتجاهات كده. بدات المها بقى وهسيبها ترتاح بقى تقريبا برضو قبل ما اشتغل بيها حوالي نص ساعه تاني. دي اول يعتبر، يعني يعتبر اول دي تاني تريحه ليها. بدات بقى افرد برضو واحده تانية بنفس الطريقه كده. وفي الوقت ده لو انتوا مش هتعملوها، يعني مثلا محتاجين ان انتوا مش عايزين تعملوها دلوقتي، ممكن بكره تاني يوم بعديها بساعتين 3 ممكن نخلص بعد ما بنفردها كده كويس وبنضيف عليها السمنه وبنلمها تاني. ممكن نحطها في التلاجة وقت ما تحبوا تشتغلوا فيها، قبل ما يعني قبل مثلا ما بنشتغل فيها مثلا بحوالي ربع ساعه بنبدا نخرجها. بصوا فردها سهل قوي وبسيطه. حبيت افرد معاكم واحده تاني عشان تشوفوا الطريقه سهله قوي قد ايه.
نبدأ بقى نضيف معلقتين كده سمنة، وهبدأ بقى ألمها من الجوانب بقى بتاعتها، وهعمل بقى الفطير بتاعي كله بنفس الطريقة كده. وعندي بقى الطبق بتاعي برضو مسحة زيت عليه عشان تبقى سهل برضو، وانا لما اجي اشكلها تاني تبقى سهل ان انا اخرجها من الطبق بتاعي. هبدأ اعمل كله بنفس الطريقة كده، دهنة زيت في الطبق بتاعي، وبدأت اضيف بقى الكور بتاعتي بعد ما شكلتها. انا عامة ما كنتش هعملها برضو في نفس الوقت على طول، فسبتها في التلاجة تقريبا حوالي يعني ساعتين او حاجة. قبل ما ابدأ اشتغل بيها طلعتها تقريبا بحوالي ربع ساعة. هبدأ بقى افردها تاني، بس المرة دي مش هفردها قوي، يعني هحاول بقدر الامكان ما افردهاش قوي عشان ما تقطعش مني. الحشوات بتاعتي بقى دي انتوا يعني لكم مطلق الحرية فيها. انا اكتر حشوة بحبها او مميزة بالنسبة لي، انا بحب الجبنة الكيري بالسجق. ممكن طبعا لحمة مفرومة، ممكن جبن، بس ممكن بسطرمة، اي حاجة انتوا بتحبوها مفيش مشكلة. بدأت بقى اضيف الجبنة الكيري بتاعتي، شوية قطع سجق كده، شوية فلفل الوان، شوية زيتون، وحبة بقى جبنة موتزاريلا. يعني بصوا مدلعينها اخر دلع. وهبدأ بقى المها برضو من الاربع جوانب كده بتوعها. وعندي بقى الصينية اللي هبدأ يعني اخبز فيها او اسوي فيها الفطير بتاعي، دهنها برضو دهنة زيت بسيطة. وهبدأ بقى احطها ونفردها كده، يعني برضو فردة بسيطة. طبعا ممكن نضيف على الوش برضو اي حاجة انتوا بتحبوها، فلفل الوان، جبن، بسطرمة. انا بقى بالنسبة لي كان ان انا اضيف جبنة موتزاريلا على الوش، ده بالنسبة لي كان اكتفاء حلو قوي يعني. عندي بقى الفرن مشغلاه يعني درجة حرارة عالية، انا لازم الفطير بتاعي يدخل على درجة حرارة عالية عشان ما ينشفش معايا في الفرن. قعد تقريبا حوالي ربع ساعة، خد وش من تحت كده، يعني لون من تحت وش من فوق. عايزه اقول لكم شكله وطعمه يجنن، حلو قوي. مستنيه طبعا ان انتوا تجربوا الوصفه وتقولي لي رايكم فيها. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.